قلعة مرعبة يقال إنه جواها ممر للعالم الآخر، وبالتحديد ممر الجهنم. قلعة هوسكا. أنا دينا مهران ودي حكاوي الدنيا. قلعة هوسكا موجودة في قرية بلاتسيه في شمال مدينة براغ في التشيك، وبالتحديد على هضبة معزولة وسط الغابة والجبال. واتبنت القلعة دي ما بين سنة 1253 و 1278 في عهد الملك البوهيمي أوتوكار الثاني، اللي قرر يبنيها عشان الأعمال الإدارية للمملكة، وكمان يشرف على الطريق التجاري اللي كان بيمر تحت التل اللي كان مقرر ان القلعة هتتبني عليه. وفعلا ابتدى العمال في البناء، بس وهم شغالين اكتشفوا حفرة عميقة جدا لدرجة انهم ما قدروش يحددوا عمقها قد ايه. وعشان كده اصدر الملك وقتها قرار غريب جدا، وهو انه هيعفي على اي مسجون محكوم عليه بالاعدام، بس بشرط واحد، وهو ان المسجون ينزل الحفرة بحبل عشان يعرفوا نهايتها ايه. وطبعا كل المساجين وافقوا على القرار اللي هينقذهم ده، ومسجون شاب منهم نفذ الأوامر ونزل في الحفرة الضلمة كحل دي، ومفيش ثواني من نزوله للحفرة وبدأ يصرخ بشكل هستيري، وقعد يترجاهم إنهم يسحبوه لفوق بسرعة. والعمال لما سحبوه اتفاجئوا إنه طلع وشعره كله شايب كأنه راجل عنده 80 سنة، وكان بيهلوس وبيتكلم عن أشباح وكائنات مخيفة عمره ما شافها قبل كده. وده اللي خلى السلطات وقتها يحطوه في مصحة عقلية، وبعدها بيومين بالظبط يتوفى من غير ما يعرفوا ايه السبب. وطبعا بعد اللي حصل مع الراجل ده المساجين كلهم قلقوا انهم ينزلوا الحفرة دي، وعشان كده الملك امر العمال انهم يقفلوا الحفرة ويكملوا بناء عادي في القلعة. وبالرغم من كل ده اكتمل بناء القلعة، بس الغريبة ان الملك عمره ما استخدمها. والاغرب من كده كان البناء الهندسي للقلعة، لان المعروف ان اي دفاعات في اي قلعة بتكون لبره، انما قلعة هوسكا كانت وسائل الدفاع فيها متوجهة لجوه القلعة. مش بس كده، ده كانت كل شبابيكها وهمية ومقفولة، وعلى حسب كلام علماء الآثار إن ما كانش حد يقدر يعيش فيها، لأنها ما كانش فيها ولا مطبخ ولا وسائل صرف صحي ولا حتى وصل لها المية أصلا، وكأنها اتبنت عشان تمنع حاجة غريبة ومش طبيعية. ومع إنها ما كانش فيها أي حاجة تأهل حد إنه يعيش فيها، إلا إنها كان فيها كنيسة زيها زي أي قلعة كانت في الوقت ده في أوروبا. بس الغريب اللي كان مختلف عن أي كنيسة في أي قلعة تانية إنها كانت في آخر دور في القلعة، وبالتحديد فوق الحفرة الغريبة اللي اكتشفوها. والرسومات اللي كانت بتغطي سقف الكنيسة، اللي كانت على حسب اعتقادهم لقديس اسمه مايكل كان بيحمي من قوى الظلام، كانت رسومات غريبة جدا كأنها بتجسد الجنة والنار قدام بعض. وذكر الكاتب التشيكي فاكلاف هاجيك في كتابه أحداث تشيكية الصادر سنة 1541 إن الأبحاث الأثرية لقت دليل على بناء خشبي بيرجع للقرن التاسع الميلادي في مكان بناء قلعة هوسكا. وكمان ذكر فاكلاف في كتابه إن أوائل السكان قالوا إنهم لقوا شق فوق جرف لامستون اللي اتبنت عليه قلعة هوسكا، ولقوا حفرة جواه ما قدروش يحددوا عمقها. وده دليل تاني على ان الملك ما استخدمش القلعة لان الحفرة زي ما هي، لكنها استخدمت لأغراض تانية، زي انها كانت مقر لبعض التنظيمات والقوات العسكرية لبلاد مختلفة. يعني مثلا في حرب ال30 سنة اللي بين سنة 1618 و 1648 وقعت القلعة دي في ايد الجيش السويدي، واللي كان بقيادة القائد اورونتو في الوقت ده، واللي كان معروف عنه انه ما بيهزرش، وامر رجالته انهم يستولوا على اي حاجه يلاقوها قدامهم. واورونتو ده كان سامع بالكلام اللي بيتقال عن القلعه، ويعرف قصه حفره الجحيم اللي فيها، وعشان كده كان بيعمل شويه طقوس غريبه عشان يبعد خطر سكان الحفره دي. وحسب كلام سكان المنطقه هناك في الوقت ده قالوا ان اورونتو كان بيعمل تجارب صعبه، وانهم كانوا بيسمعوا دايما صريخ وبيشوفوا النور بتاع الاجهزه اللي كان بيستخدمها في تجاربه. وفي روايه بتقول ان السكان تعبوا من قسوه اورونتو، فقدموا جايزه عباره عن 100 قطعة من الذهب للي يقدر يخلص عليه، وفعلا خلص عليه 2 في القاعة الرئيسية للقلعة. وبكده ينتهي الوجود السويدي في قلعة هوسكا. بس السكان المحليين بيأكدوا ان شبح القائد اورونتو لسه موجود في القلعة، ودايما بيسمعوا اصوات صريخ بلغات مختلفة. ومن القوات السويدية للألمان اللي كان معروف عنهم حبهم لكل ما هو غامض ومثير، عشان كده القلعة كانت هدف من اهدافهم، واكتشفوها بعد ما دخلوا التشيك بعد الحرب العالمية
العالمية الثانية. والقائد الألماني هنريش هيملر اللي كان معروف عنه حبه لدراسة كل ما له علاقة بالخوارق والسحر، قعد فترة في قلعة هوسكا وكتب حوالي 13,000 ورقة عن اللي بيحصل فيها. وكان هيملر عنده اعتقاد إن الألمان لو سيطروا على القلعة بالغموض اللي فيها هيخضع لهم وقتها العالم كله. وبتقول الروايات المحلية